السلام عليكم يا شباب، ايه الاخبار؟ واهلا بيكم في فيديو جديد. كل يوم كتير من الشباب بيسيبوا اهليهم وشغلهم وبلدهم وبيركبوا الطيارة على امل بداية جديدة في بلد الفرص اللي هي الامارات. والكل بيحلم يحقق احلامه، يشتغل، يجمع فلوس، يبني مستقبل افضل. لكن السؤال اللي بيجي في بال اي حد قبل او بعد السفر: هل فعلا الغربة في الامارات بتساوي ذهب، ولا هي مجرد تعب وضغط ونهاية مجهولة؟ في الفيديو ده هنتكلم بصراحة وبالتفصيل عن كل جانب في الغربة: المعيشة، الشغل، المرتبات، الوحدة، الطموح، كل حاجة. تابع بس للنهاية، لأن ممكن الكلام اللي هقولهولك يغير قرارك أو يثبته. بس يا ريت ما تبخلش عليا بلايك واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وتابع معايا الفيديوهات بالتفصيل لأني هجاوبك على كل الأسئلة اللي بتيجي في بالك. في البداية كلنا بنشوف الإمارات على السوشيال ميديا بشكل مبهر تخطف العين، يعني ناطحات سحاب، عربيات فارهة، حفلات، مطاعم، شواطئ، مرتبات بالدولار. فتقول خلاص أنا مسافر أحقق حلمي. والناس بتقول الإمارات غنية، فيها شغل كتير والمرتبات عالية. بس اللي محدش هيقولهولك إن مش كل الناس عايشة هنا نفس الحياة دي، والواقع غير السوشيال ميديا تماما. انت داخل على بلد قوية اقتصاديا فعلا، بس المنافسة فيها شرسة جدا، والسوق مش بيرحم حد ولا بيستنى حد. أول صدمة بعد الوصول، اللي هي أول ما توصل الإمارات هتكتشف إن مفيش أهل، مفيش صحاب، لازم تعتمد على نفسك في كل حاجة. ولو مرتبك قليل ممكن هتضطر تعيش في غرفة فيها 6 أو 8 أشخاص، بدون خصوصية وبدون راحة. طبعا كل الناس عارفة الموضوع ده. تيجي تاني صدمة وهي الوظيفة. لو كنت جاي بدون خبرة أو مش متقن لغة غالبا هتبدأ في شغل بسيط جدا، مثلا زي كاشير، عامل توصيل، عمال نظافة أو خدمة عملاء، براتب مثلا يعني قليل شوية وساعات طويلة، ساعات ممكن توصل ل 12 ساعة. فأول شغل مش بيكون اللي أنت بتحلم بيه تقريبا، وهو ده اللي بيحصل يعني، ولا حتى اللي تستحقه. بس كتير من الناس بتسأل: هو فعلا الناس في الإمارات بتكسب دراهم كتير، آلافات الدراهم؟ وخليني أكون صريح معاك وهقول لك لأ. المرتبات بتبدأ من 1200 درهم في بعض الوظائف، وبتوصل ل 30,000 درهم أو أكتر في وظائف نادرة ومطلوبة. لكن خلينا نبص للصورة الكاملة، نتكلم على متوسط المصاريف الشهرية وانت تحدد اختيارك. إيجار غرفة مثلا مشتركة من 700 ل 1200 درهم. لو هتنسى أكل وشرب هتبقى من 500 ل 800 درهم. مواصلات مثلا من 300 ل 600 درهم. لو مصاريف شخصية وتحويلات بقى، لو عايز تحول لأهلك بتبقى من 300 ل 1000 درهم في الشهر. يعني ممكن تكتشف إن آخر الشهر معاك 100 درهم أو أقل. ده غير إن كل شيء في الإمارات بيكلف، مثلا الفيزا، الإقامة، التجديد، تأمين صحي، مصاريف حكومية. كل ده لازم تحسبه ضمن إيه؟ فلوسك ومصاريفك الشهرية أو السنوية حتى. فالغربة مش بس مصاريف وأكل وشرب، الغربة أكبر تحدي يعني نفسي ممكن تمر بيه. تحس إنك لوحدك وسط ناس كتير، محدش بيطبطب، محدش بيهتم بيك لو تعبت. ولو وقعت لازم تقع لوحدك وتقوم لوحدك، لأن محدش عنده وقت يشيلك، كل واحد مشغول في حياته. الضغط النفسي في الغربة ممكن يخليك تنهار، ممكن شغل مرهق، مدير رخم، غلس، تبت، قول زي ما انت عايز تقول. وهتلاقي ده كتير على حسب برضو الجنسيات، في جنسيات معينة والناس كلها عارفة الجنسيات دي ايه. طبعا الغربة عن أهلك، هتحمل التحويلات والديون اللي هتحولها كل شهر، الفلوس اللي مديون، اللي انت جاي بيها. في ناس كتير بتبقى جاية الإمارات ومديونة بفلوس كتير. كتير بيرجعوا بعد شهور قليلة، مش لازم يعني يكون هم فشلوا، لكن لأن هم انهاروا نفسيا فعلا مش قادرين يكملوا. بس برغم كل ده، في ناس طبعا نجحت في الإمارات فعلا وغيرت حياتها 180 درجة. ناس بدأت من أقل الوظائف، ومع الوقت اتعلمت لغة، طورت نفسها، مسكت منصب، أو بدأت مثلا بمشروع خاص. زي ما أنا قلت قبل كده، لازم على قد ما تقدر تشوف مصدر دخل تاني وتالت كمان جنب الوظيفة، ما تعتمدش على الوظيفة بس. لأن الوظيفة مهما كان ما بقتش خلاص تكفي المعيشة والمصاريف هنا في الإمارات، بسبب إن الحياة بقت غالية جدا. عشان كده اللي كمل وكبر في الإمارات، يا إما كبر في شغله وطور من نفسه وبيتعلم مهارات جديدة طول الوقت، أو يا إما فتح مشروع وربنا كرمه ونجح في البيزنس الخاص بيه. اللي بيميز الناجحين إيه بقى هنا؟ لازم يكون عندك صبر طويل، لازم يكون تركيزك عالي ومش بيتشتت، يعني اللي ما تشتتش نفسك بأي مشاكل تعطل نفسك عن هدفك. المرونة في اللي انت تتغير او تتأقلم على اي وضع او اي ظروف هنا في الامارات. هي الامارات بلد فيها فرص حقيقية، لكن مش هتيجي لحد عندك على طبق من ده. لازم انت تسعى لها وتتعب وتطور من نفسك وتطور من شغلك كل يوم. لكن السؤال الاهم بقى اللي احنا بنعمل عليه الفيديو دلوقتي: هل الغربة للامارات تستحق فعلا ولا لا؟ بص، القرار في ايدك. لو جاي تبني وتتعلم وتصبر، الغربة تستحق.
لو جاي بقى بدافع إنك تهرب من حاجة معينة في البلد بتاعتك وتكسل وتنزل تستنى الحظ بتاعك ييجي لك، هتتعب جدًا. لازم قبل ما تسافر تسأل نفسك: هل أنا جاهز أتحمل البعد عن أهلي؟ هل مستعد أبدأ من الصفر؟ هل مستعد أشتغل في أي شغل مبدئيًا؟ لو إجابتك فالإمارات ممكن تكون بداية حقيقية لحياة أفضل ليك بجد. لكن لو أنت مش قادر تتعامل مع الضغط النفسي والتكيف والتأقلم على أي وضع هنا ممكن تكون فيه، من الأفضل تراجع نفسك. كلمة أخيرة بس من القلب بجد لإخواتي كلهم اللي بيسمعوني: الغربة مش مجرد قرار، هي امتحان كبير. والإمارات بلد الفرص، بس الفرص فيها مش بتقف على بابك، مش بتيجي لك لحد عندك، أنت اللي لازم تدوّر وتخبّط وترزّع، ويمكن تستنى كتير قبل ما حد يفتح لك باب. افتكر دايمًا البداية دايمًا صعبة، لكن اللي بيصبر بينول وبيوصل، والغربة بتصنع بجد رجالة وبتكشف معادن ناس كتير، فلازم تكون قد المسؤولية دي. فلو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة، واكتب لي في التعليقات إيه أكتر حاجة شاغلة بالك عن الغربة، وهارد عليك بنفسي ونساعد بعض نختار صح. وأشوفك الفيديو الجاي. السلام عليكم.